التعيين لطاقم التحكيم هو شيء مسبق أثار الجدل قبل مدة، مخاوف كثيرة. طاقم تحكيم أرجنتيني لمواجهة المغرب وفرنسا. كابتن فتحي، عندي سؤال واحد وصريح. إثارة الجدل بدأت من جانبين في هذه المباراة. الحكم هذا يدير هذا اللقاء، وأول مرة في تاريخ المواجهات الإقصائية في كأس العالم طاقم التحكيم كامل من دولة واحدة وهي دولة الأرجنتين. ثاني شيء، الأرجنتينيين يثار حولهم الشكوك حول صناعة ما يمكن مساعدة منتخب بلادهم للحصول على اللقب. كل هذا يبقى بين نظرية المؤامرة وبين كفاءة الحكم فاكوندو تيلو. شوف أنا نمشي معك الأبعد. أنت مشيت ربما في كونه كامل الطاقم أرجنتيني، إذا سيعطل الفريق الفرنسي، لأنه الفريق الفرنسي باش يقهو في اثنين. نمشي معك أكثر، مش هذا. من أدار مقابلة مصر والأرجنتين؟ طاقم تحكيم فرنسي، وكان اتهم بكونه سيعطل الفريق الأرجنتيني، ولكن في النهاية ما عطلش الفريق كأنهم الأرجنتيني. يرسمون مشهد في النهاية تقسم. ما عطلش الفريق الأرجنتيني، إذا كان عطل الفريق والفريق المصري، إذا هديتنا عدت إلينا. أنا حطينا لكم، هاكا ساعدناكم احنا مع مصر. هيا توا سيدي أنا نمشي معك في البعيد أكثر. أنا حطينا لكم كلهم طاقم تحكيم أرجنتيني. أنا خايف على المغرب، خايف على المغرب. وقت اللي تحط لي 5 من نفس البلد نفس الطاقم التحكيمي، خاف عليه، لانه ما فماش نظره اخرى، واذا كان فما تعليمات تمشي في اتجاه واحد. انا خاف على المغرب لاني انا ما ننساش 2022، ما ننساش النصف النهائي نتاع فرنسا والمغرب، وتحدثنا وقتها وجبتنا على ضربه الجزاء وبالتالي انا خايف، وانه طاقم التحكيم ربما طاقم التحكيم الارجنتيني يقول طاقم التحكيم الفرنسي هو هديتكم رجعت اليكم. جمال، نبي نسألك من جانب مطمئن شوي. يخاف جمال. ايه حسيتها نظرته رجله بدات تهز من جديد. جمال ما دام رجله بدات تهز وترتو ما عادش عندي هالبوقت. طيب نعطيك دقيقة أنت ودقيقة نادر. باختصار، اليوم الحديث عن طاقم التحكيم. الدقيقة بتاعي شكرا. اسست من مهاجم، شيء مختلف هذا. الحديث عن طاقم تحكيم أرجنتيني كامل لمواجهة فرنسا والمغرب فيه الكثير من الشكوك، لكن في شيء مطمن، هي قدرة الاتحاد المغربي وقيادة فوزي لقجع للائتلاف الأفريقي في حزب إنفانتينو. يبدو مطمئن نوعا ما من أي مؤامرات قد تحاك. هو شوف، الحكم هو بروفيل. هذا الحكم كان هو كان قاد مباراة المغرب والمنتخب البرتغالي، وحكم معروف أنه يشهر البطاقات الصفراء يعني بكثرة، وحتى البطاقات الحمراء بكثرة. في هذيك المقابلة كان شديرة، كان دخل بديل في ظرف 6 دقائق، بطاقة صفراء أولى وبطاقة صفراء ثانية يعني، وفي النهاية خرج يعني بطاقة حمراء. هو حكم معروف بأنه يعني كثير البطاقات. والجدل بخصوص تعيين الطاقم للفرنسي، وكان في البداية جدل يعني أرجنتيني حول تعيين طاقم فرنسي لمباراة الأرجنتين مع مصر، ومخاوف من أن يؤثر الحكم على أداء المنتخب الأرجنتيني. فبعد ذلك بعد الاحتجاجات تردى بيير كولينا رئيس لجنة الحكام يعني في الاتحاد الدولي بتعيين طاقم تحكيمي أرجنتيني لقيادة مباراة المغرب وفرنسا. فبالتالي كولينا يريد أن يوجه رسالة، وأنه يحمي الحكام، وأنه الحكام هنا لا يتأثرون بما يتأثر به المشجع أو بما يتأثر به الإعلام. هذه هي الرسالة. بالتالي لا يمكن يعني أن نصدر حكم مسبق على كيف سيكون أداء يعني الحكم. اللقطات والمشاهد هي التي يمكن أن تعطينا تقييم. أنا أعطيتك سؤال اليوم باش غدوة كان صارت حاجة ما تقوليش شنو يكلموا بالتليفون، نقول لك راهو حضرناك من أمس. إن شاء الله إن شاء الله المنتخب الوطني المغربي يكون مركز يعني في هذه المقابلة، ويصل إلى الشباك ويقدم واحدة من أفضل مبارياته، ولنا ثقة كاملة في المنتخب الوطني ومدربي محمد وهبي. إن شاء الله. في تواني، في شكوك ولا ما فيش؟ نقطتين هما. النقطة الفنية الأولى نتمنى سيبار يكون موجود في الملعب. غدوة عندك الوقت تتمنى فيها، اعطيني الحكم. عندي القناعة الثانية، أنا قناعة وصلت لها في الحلقة، هي أنك أنت عراب
نظرية المؤامرة، تحب نظرية المؤامرة، الأسئلة كلها في قالب نظرية المؤامرة. علاش يا نادر؟ باهي قدامك الناس كلها مولع النار، والله يطلعني بتاع قربيع لا 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 لا، بالعادة عليك، بالعادة عليك. نادر، نبي نسألك اليوم مونديال وصلوا فيه الثمانية هادو بشكل كبير، هل تتوقع في مفاجآت جديدة، خاصة هناك من يرى خروج البرازيل وألمانيا والكثير من المنتخبات الأخرى البرتغال وكرواتيا يراها مفاجآت؟ بالنظر للثمانية مازال في مفاجآت، ولا الترشيحات الكبرى متاع فرنسا، المغرب، الأرجنتين، إسبانيا حتبقى هي الأقوى؟ صراحة لا أتوقع فيه مفاجآت من وجهة نظري. اللي ذكرتهم الخمسة الكبار، الأربعة زائد المغرب بخبرة المونديال الماضي، أعتقد حينحصر مع هذه المنتخبات. ما يملكه من مخزون ولاعبين ينشطوا في دوريات كبرى هو اللي يعزز موقف الفرق، لأن كرة القدم باش توصل لنهائي ونصف نهائي كأس العالم لازم يكون عندك حضور فني، حضور ذهني، حضور بدني، ثلاثة العوامل هما يملكوها الأربعة المنتخبات الكبيرة اللي لاعبيها ينشطوا في أعلى مستويات كرة قدم ويلعبوا في أدوار متقدمة من الشامبيونز ليج. الترشيحات للأسف هي فيها 4 منتخبات صحيح، لكن في مواجهة قوية ومباشرة بين المغرب وفرنسا، وهي المواجهة التي ستترك أو سنستغنى فيها للأسف عن أحد المنتخبات المرشحة، واللي أنا كنت نتمنى أن واحد من الثلاثة المنتخبات اللي بنسميها لكم تو هي اللي حتكون زوز منها في النهائي، المغرب، الأرجنتين، فرنسا، رغم قوة إسبانيا في الشكل الفني وفي قدومها من الخلف. المغرب تقابل فرنسا في الدور القادم، إسبانيا بلجيكا، النرويج إنجلترا، وفي المباراة الأخيرة يلتقي ميسي مع سويسرا، أو عفوا الأرجنتين مع سويسرا. أبدأ في محور مهم وآخر يتعلق بالدور القادم، عنوان يتصدر الكثير من الصحف، وهو الاستنزاف البدني، لإضافة أولا دور آخر بعد دور المجموعات وهو دور 32، ومباريات عديدة انتهت بالأدوار أو بالأشواط الإضافية. من يستطيع النجاة حتى النهاية؟ هذا في علم الغيب معناها، ولو أنه نتحدثوا على تطور الأساليب العلمية، تطور الاستشفاء اللي يقع حتى بعد المقابلات، وعلى الحمامات الطبيعية بالثلج وغيرهم. ونعتبر وانه اليوم شوف، اذا كان فما حافز هو كاس العالم، معناها اللاعب اذا كان فما حافز باش يوصله هو كاس العالم. تقول لي استنزاف، انت عندك بالقانون عندك 26 لاعب، اذا كان انت تركز على 13 و14 لاعب تواصل معاهم الى الاخير، معناها عندك مشكله، مش قادر باش توصل الى الاخير. نعتبر لهنا وانه الحقيقه معناها في صوره اوليه، وانه اذا كان فما منتخب عنده مثل الفريق الاصلي، مثل البنك نتاعو تقريبا، هو المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي عنده دكه ما شاء الله قويه جدا، وبالتالي المنتخب الفرنسي ربما يكون اللي عنده اكثر امكانيه، وانه سيكون نفس في الثلث بدنيا في الثلث الهجومي عندهم موفرة لاعبين بدنيا، أو الثلث الهجومي والدفاعي والوسط، وما تقولوش ما شاء الله، لأن الوضع نرجع لك، ما تخوفوش جمال، نرجع لك منتخب عادي جدا. لا جمال مرتاح، غدوة حلقة غدوة يا نادر، رجله اليمين تلقاه يهز تلقى، كان لقيت رجله تهز، ما نعرف ان الوضع. نرجع لك بإيجاز شديد السؤال اللي وجهته لنادر. أنا نرى فما زوج فرق لو تمر من الدور القادم ستشاهد أكبر مفاجأة، هما المغرب والنرويج. لأنه النرويج فريق يمشي بصمت كبير، وعنده تقريبا تنظيم دفاعي وسط ميدان، وفي الهجوم عنده انسان غير عادي. فاعلية المهاجم هالاند هو لا فريق كامل، مش توصل الغادي، فريق كامل. اعطاه 8 الجاتوزو هذا، اعطاه ذهابا وايابا. والمغرب لو يمر من فرنسا سنحتفل نهار 19 جويلية، سنكون في نيويورك إن شاء الله. جمال، الحديث على هذا الشق البدني
مهم بالنسبة لمنتخب المغرب، ومهم أيضا من جانب آخر للمنتخبات التي لديها لاعبين أعمارهم كبيرة لكن جودتهم مهمة في الملعب. لا يمكن الاستغناء عنهم مقارنة باللاعبين اللي موجودين في البنك. هذا الاستنزاف مرهون بإنجلترا بالدرجة الأولى، الأرجنتين بالدرجة الثانية. هذه المنتخبات ماذا ستصنع في ربع النهائي لمواصلة العمل بنفس الضغط البدني الموجود في المونديال؟ هو صحيح المونديال مختلف، الاستنزاف البدني أيضا اليوم لم يعد متعلق فقط بالمباريات، بنمط المباريات وإيقاع المباريات أو بخوض 120 دقيقة فقط، يعني وأحيانا إلى الضربات الترجيحية. هو أيضا مرتبط بالمسافات التي يقطعها كل منتخب، صحيح. لأنه اليوم مثلا المنتخب المغربي أكثر منتخب قطع مسافات عبر الطائرة، يعني التنقلات، لأنه من الولاية إلى أخرى، المكسيك ثم العودة. فهذه كلها أيضا عوامل اليوم. والتوقيت أيضا، لأنه التوقيت ملي كتكون مقابلة مبكرة هذا أيضا، ونادر يعرف هذه الأمور أكثر منا. حتى الإصابات، يعني نسبة الإصابات تزداد أكثر يعني بالنسبة للاعبين.